يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو اتكلمنا فيه. عاملين ايه؟ طمنوني عنكم واكتبولي في التعليقات ايه اخبار اجازة العيد معاكم، كانت عاملة ايه وعملتوا ايه في العيد. واجازة العيد طبعا هي خلصت خلاص، حبيت انزل الفيديو بعد ما الناس كلها تكون عيدت وخلصت وفاقت كده بقى ايه وتبتدي ان هي تمسك الموبايلات زي الاول. ابتديت اليوم النهاردة بان انا حبيت ان انا اعمل تنظيفات خفيفة كده، يعني مش تنظيفات عميقة، يعني كده كده الشقة كلها تعتبر نظيفة من تنظيفات العيد. وكنا بعد التنظيفات العميقة بنحاول نحافظ على قد ما نقدر ان البيت يكون نظيف ومرتب. البلكونه طبعا هي كده كده يعني من الحاجات اللي بتتوسخ تقريبا بسرعه قوي، وخصوصا كمان ان انا عندي زرع، فالزرع كل ما اسقي الزرع يعمل ميه والميه تيجي على التراب فيعمل زي بقع كده، فمحتاجه تنظيف عميق. انا نظفتها بس ما حبيتش احط الفيديو في الفلوج ده، حبيت ان انا احطه في واحد تاني ان حسيت ده هيطول قوي 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 وانتم مش هتحبوا كده. فبما انكم لسه طالعين من تنظيفات العيد حاولوا ان انتم ما تراكموش عليكم ابدا، واعملوا اول باول وحافظوا على التنظيفات العميقه اللي انتم عملتوها دي. لما تنظفوا اول باول هتلاقوا الدنيا بقت سهله معاكم جدا. هاخدكم معايا بقى في جولة في هوم سنتر بالاسعار، وبجد المكان ده انا بحبه جدا جدا، وفي حاجات حلوة قوي. هو اسعاره ممكن تكون مقارنة ببره غالية شوية، بس الحاجات عندهم تحفة، ممكن تاخدوا منها افكار. فانا بحب يعني ايه خروجه كده بالنسبة لي، افضل الف فيه واتفرج على الديكورات والحاجات الجديدة اللي جايبينها. خلينا واحنا بنتفرج كده مع بعض اقول لكم انتوا عملتوا ايه في العيد، واسالكم كده واطمن عليكم، واقول لكم انا كمان العيد ماشي معايا ازاي. انا العيد سافرت عند اهل جوزي، ويعني قضيت العيد في سخونية وتعب وجسمي مكسر، ومش عارفة خدت دور كده فظيع، بس الحمد لله انا دلوقتي احسن بكتير. والحمد لله هو تقريبا تغيير الجو بتاع الحر وموجة الحر اللي جاية الفترة دي يعني بصراحة صعبة صعبة صعبة. ربنا يعين الناس اللي بتنزل الشارع في الاوقات الذروة زي ما بيقولوا، حرفيا الجو صعب صعب يعني لأبعد الحدود، فربنا يا رب يعافينا ويقوي الناس اللي بتنزل بقى في الجو ده. نرجع لهوم سنتر بقى، وبجد انا عجبني الطقم ده جدا جدا جدا، شكله ستايل اللي هو المغربي، النقوشات بتاعته حلوه قوي، وانا بحب الاطباق فيه، يعني مثلا بحب الحاجات الساده قوي وفي نفس الوقت ممكن ادخل حاجات كده فيها نقوشات وزخارف وحاجات كده تغير شكل السفره. وعجبني جدا جدا برضو الدورق ده، شكله شيك كده وغريب، يعني ايديه رفيعه قوي وفيها زي فصوص كده من جوه، فعجبني قوي. وبرضو البولات بتاعت الايس كريم دي او ممكن تستخدموها في كذا استخدام، برضو عجبتني والوانها حلوه قوي. فعندهم حاجات حلوه. انا شفت على فكره الطقم اللي هو ده زيه بالظبط بالظبط في النزهه، وكان سعره 600 جنيه، هنا زياده 400. وبرضو من الحاجات المميزة قوي عندهم الدورق بتاع العصاير والمية والحاجات دي بتاعت رمضان، او ممكن الصيف لو جايين لكم مثلا عزومة تحطوها على البوفيه، فشكلها شيك قوي وتحفة. بالنسبة بقى للأخشاب وأوض النوم والحاجات اللي عندهم، بصراحة أسعارها مبالغ فيها على الكواليتي بتاعتها، يعني أنا حاسة الكواليتي بتاعتها ضعيفة قوي، والخشب كله تقريبا MDF، يعني ما كانش ده حقيقي، يعني مش عايزه اقول ان انا مش متاكده، بس انا حاسه ان ده MDF، لان الماتيريال بتاعته والجوده بتاعته ضعيفه ضعيفه لابعد الحدود. اللي عندهم حلو قوي بصراحه الزرع، وشكله اكنه طبيعي، عجبني جدا، بس برضو سعره غالي. عموما هقول لكم على معلومه مفيده كده، لو حابين تجيبوا الديكورات باسعار حلوه وحاجات شبيهه لايكيا ونفس الديكورات والحاجات اللي طالعه ترند، فالنزهه الجديده فيها كميه حاجات تحفه والاسعار حلوه قوي. بس ابعدوا عن المحلات المعروفه، زي مثلا مش هذكر اسماء يعني بس في كام محل كده في النزهه معروفين جدا ومشهورين قوي 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 على الانستجرام، هم اسعارهم اوفر مقارنه بالمحلات اللي جنبهم، وهي نفس الحاجه موجوده في نفس المحلات اللي جنبهم، بس هم عشان مشهورين جدا وعليهم ضغط رهيب فاسعارهم ضعف المحلات اللي جنبهم. فابعدوا عن المحلات دي وشوفوا المحلات التانية واتفرجوا، واهم حاجة تلفوا كتير جدا قبل ما تشتروا،
لان هتلاقوا اسعار متفاوته وكمان الجوده، يعني هتلاقوا نفس الحاجه بنفس الشكل بس الجوده في المحل ده غير المحل ده، فركزوا كويس قوي في الموضوع ده. وعادي على فكره مش بقول لكم مثلا ما تشتروش حاجه من ايكيا، انا يعني البيت عندي حرفيا 80% من الديكورات اللي انا جايباها من ايكيا، وبحب الحاجات بتاعتهم جدا. فبس دلوقتي اسعارهم بصراحه بقت مبالغ فيها، الا بقى لو في سيل او هم عاملين سيل بجد وانتوا عارفين الحاجه دي كان فعلا سعرها كذا ودلوقتي لما نزل عليها سيل بقت سعرها اقل، فطبعا اشتروها وما تخلوش في نفسكم حاجه. ومفيش مانع برضو من وقت للتاني تجددوا، وحتى لو حاجه غاليه شويه مثلا في عيد او مناسبه عندكم عايزين تفرحوا نفسكم بحاجه هاتوها، مفيش اي مشكله. بس ما يبقاش هو ده الواجهه الرئيسيه اللي انتوا بتتوجهوا ليها لما بتجيبوا ديكورات. في اماكن كتير قوي، مش شرط ايكيا، مش شرط هوم سنتر، مش شرط الاماكن اللي هي المحلات اللي في المولات، لا في حاجات بره وحلوه قوي. بالمناسبه حبيت اصور لكم الطقم ده، هو موجود في هوم سنتر وتحفه تحفه تحفه، انا جايبه منه لنفسي، جايبه الطقم كامل على بعضه بالجريل بالحلل بالطاسات بتاعته بكل حاجه، وبجد الطقم ده من الاطقم اللي انا يعني بخاف عليه كده وبهتم بيها زياده عن باقي اي حاجه عندي في البيت. هو الطقم ده اصلا هي الفكره بتاعته ايه، هو ممكن يكون غالي شويه بس ما بياخدش كميه زيت كبيره، واخر طبقه فيه في الطقم ده مدهونه بطبقه كده عازله بزيت زيتون، فهو صحي، وغير ان هو مش بياخد كميات بقى من الدهون كبيره ومش بيلزق فيه الحاجات. بس حاولوا تحافظوا عليه وخلوا بالكم لان الغطيان بتاعته ايا كان بقى الطاسه او الحلل بتاعته بايركس، فخلوا بالكم ان هي تيجي عليها مثلا تكون هي سخنه وتحطوها على سطح مثلا ساقع او تقع منكم تغسلوها تتكسر، فدي اكتر نقطه ممكن تخلوا بالكم منها. لكن هو غير كده هو تحفه جدا وعملي وحلو قوي. وكده جولتنا في هوم سنتر تكون خلصت، وهاخدكم معايا البيت نعمل بقى مع بعض كده فروت سالاد. لما بكون جايبه كميه مثلا فواكه او يكون عندي فاكهه في البيت متنوعه واحس ان هي ممكن تقعد لو قعدت كده من غير ما انضفها واغسلها كويس ان هي تبوظ نكسل ناكل منها، فبحب اعمل كده. رغم ان انا كائن مش صيفي تماما ومبحبش الصيف وبحب الشتاء جدا، وبجد الصيف بالنسبه لي بحس ان انا كسلانه عكس ما الناس بقى بتقول الحيويه ونشاط والشمس والجو ده، انا مش كده تماما، بحس ان انا كسلانه وزهقانه ومش طايقه نفسي لكن بصراحه كده انا بحب فاكهه الصيف جدا جدا جدا. وفاكهة الصيف يا جماعة تخلوا بالكم تغسلوها مرة واتنين وتلاتة، والحاجة اللي تحسوا ان هي زي العنب خوخ، الحاجات اللي القشرة بتاعتها من بره بتكون قوية او تخينة لازم تغسلوها حلوة قوي وتحطوا عليها خل وتسيبوها منقوعة شوية. بجد فاكهة الصيف كلها غالبا مرشوشة، وخلوا بالكم من البطيخ والخوخ، يعني هم حلوين وبصراحة البطيخ كده بينزل يرطب على قلبي، بس في نفس الوقت انا خدت دور تقريبا بسبب البطيخ، يعني صعب جدا. غسلت العنب وحطيت عليه خل ونقعته شوية، وبعد كده قطعت الموز وغسلت كمان المشمش وطلعت منه البذر وقعدت ابص فيه واحدة واحدة عشان ممكن يكون فيه مثلا حشرة او دودة او كده، ومثلا لو في حاجه بايظه بشيلها طبعا. عموما ده هيسهل عليكي وكمان يعني هتحفظي النعمه اللي عندك ومفيش اي حاجه منها ان شاء الله هتبوظ وهتاكلوها. هنا بقى الغدا كان بيتزا، بس بصراحة يعني الجو كان صعب جدا وحسيت ان انا مش قادرة، والوقت في التصوير بياخد اضعاف، فحسيت ان انا لا انا عايزة اخلص في اسرع وقت واطلع برا المطبخ. شكل البيتزا بعد ما خلصت وحقيقي كانت تحفة جدا جدا جدا. حبيت انهي معاكم الفيديو بيها، اشوفكم على خير، بحبكم قوي، باي باي.